السلام عليكم. لماذا تغضب إن افتخرنا بيمنيتنا وعروبتنا وأعلنا ولاءنا لوطننا؟ فنحن يمني الهوى والهوية والمبتدأ والختام. ألا تعتز أنت بانتمائك وولائك لغير وطنك؟ فلماذا تصب طفح فمك علينا يا هذا؟ إنه وطننا. لماذا تغضب إن رفعنا علم بلادنا وقبلناه وهمنا به حبا وجعلناه تاجا على رؤوسنا نباهي به الأمم؟ فهو رمز بلادنا وعنوان شموخنا. ألم ترفع أنت علم بلد آخر وأنكرت هويتك وقدست أرباب هذا العلم وأعلنت ولاءك لملال فارس ومولاك الجديد؟ لماذا تغضب إن رفضنا وصاية الآخرين على وطننا وشعبنا؟ أليس من حقنا كيمنيين أن نرفض الوصاية والتبعية من أي جهة كانت على بلادنا؟ ألم تعلن أنت تبعيتك واعتزازك بوصاية الآخرين عليك وعلى أرضك وارتضيت أن تكون بلا قرار؟ لماذا تغضب إن أردنا العيش أحرارا وأن تكون بلادنا حرة مستقلة؟ لا نقبل العبودية ولا الإذلال ولا نخضع لغير الله، فقد خلقنا أحرارا وسنعيش أحرارا ونموت أحرارا كراما مهما جرى علينا الزمن وتحالفت ضدنا الأمم. ألم ترفض أنت أن تكون حرا وفضلت العبودية وجعلت من المحتل سيدا عليك تفعل ما يأمرك به ولو أمرك بقتل أخيك وابن وطنك؟ لماذا تغضب إن وقفنا بوجه المستكبرين ومن قتلوا رجال الجيش الوطني وأطفالنا الأبرياء بدون ذنب؟ ألم تخضع أنت وتكون البندقية التي يقتل فيها أحرار الشعب والصوت الذي يجلد ظهور الجمهوريين؟ لماذا تغضب إن كفرنا بمن جاء لتمزيق بلادنا وتقسيمها والسيطرة على الموانئ والجزر وإثارة الفتن والمناطقية والطائفية بين أبناء الوطن الواحد؟ ألم تسانده أنت وتدعم مشاريعه التقسيمية مقابل فتات من الدنيا زائل؟ لماذا تغضب إن صرخنا بوجه من يدعي أنه الأحق بحكمنا واستعباد عباد الله كاذبا على الله وخلقه بأنه المختار وأن الله فضله علينا أجمعين؟ ألم تتخذ منه أنت ربا دون الله خالقك تعبده وتقتدي به وتواليه دون مولاك الذي خلقك؟ لماذا تغضب إن نقلنا حقيقة ما يدور في الجبهات من معارك وما يحاك ضد وطننا من مؤامرات من قبل بائعي الأوطان وتابعي الأسياد؟ ألم تنقل أنت الأوهام والشائعات وتفننت في نقل الأكاذيب وبطولات هوليود وخرافات الهدن والمفاوضات السرية التي لا تحدث سوى في مخيلتك؟ لماذا تغضب إن دافعنا عن شرعيتنا وقضيتنا التي نؤمن بها وعن جيشنا الوطني وأشدنا بانتصاراته وفخرنا به في السراء والضراء؟ ألم تدافع أنت عن ميليشيا تقتل وتعتقل وتنهب وتدمر وتدين بالولاء لغير وطنها وتقاتل من أجل مشاريع أسيادها ومموليها؟ لماذا تغضب إذا ثرنا على من سرق رواتب الناس وقوت أولادهم وقتل أطفالهم واعتقل رفاقنا وفجر بيوت الله وأفشى الظلم والعبودية بين أبناء الشعب؟ لماذا تغضب إذا طالبنا بالعدالة والمساواة ورفع الظلم؟ ألم تشاركه في سرقة الرواتب وثروات البلاد وتناصره على الباطل ضد أبناء وطنك؟ لماذا تغضب إن حافظنا على آدميتنا وإنسانيتنا وهويتنا ويمنيتنا؟ كن أنت كما تشاء، كن مع الباطل وناصره، كن تابعا، كن عبدا، كن بلا وطن، بلا هوية، بلا إنسانية، لكن لا تطلب منا أن نكون مثلك أنت، فنحن لا نرتضي العبودية ونرفض الإذلال والوصاية والتبعية، نرفض أن نعيش بلا هوية ولا وطن، فنحن سادة أنفسنا ولا سيد لنا.